يا حبايبي يا زملكاوية كلامي ده للإعلامي أو للمذيع اللي 24 ساعة ما بيعملش حاجة غير إنه بيهاجم رئيس نادي الزمالك ويزعق وبيتخانق وإزاي وليه ومش عارف إيه وكده. بص إحنا عرفنا إنه مفيش، قلت قبل كده بدل المرة 10، مفيش حد فاشل بيبقى فيه هجوم عليه بالطريقة دي. ومفيش الشجرة المثمرة هي اللي الناس بتحدفها علشان خاطر الثمار تقع. فانت كل يا ابني صياحك طرب، بس انا هرد عليك في نقطة نقطة. هو انت عمال تقول يا ميدو، ده انت نسيت يا ميدو الخناقة، يا ميدو ده انا اتخانقت مع مرتضى علشانك، يا ميدو دلوقتي بقى مصالحك. يا عم طب ما انت بتقولش ليه؟ طب ما هم التانيين قال لي اشخاص بعينها، قال لي ده حرامي، وقال لي ده مش عارفه ايه اللي بتشرب، وقال لي ده كذا، وشتم ولعن والتيشيرت اللي لونه كذا وفي مناسبات وفي افراح وفي كل حته كان بيشتم. ما مش سامحوه، وقال لك اللي انكسر يتصلح. اتنين وبينهم مشكله وتصالحوا. هو ده مضايقك في ايه؟ هو انت ما بتتكلمش ليه عن الغلطات؟ انت عمال تقول اصل هنا وعيب وازاي والنادي وما بيخشوش وبيهين رموز. هو انت ليه ما اتكلمتش وقلت لهم في النادي التاني؟ ومش عيب ان واحد زي كابتن مصطفى يونس كان ابن النادي وكان كابتن رئيس النادي الحالي انه ما يخشش النادي لمجرد ان هو انتقد مجلس الاداره؟ وحضرتك ليه ما قلت لهمش مثلا زي ما بتقول على رئيس نادي الزمالك انت بتتكلم ده وما بتكلمش ده، وبتهين ده وما بتهينش ده، وبتستضيف الناس المعارضين؟ وانت ليه ما قلت لهمش انه ما ينفعش يبقى مجلس الاداره طالع في مكان واحد مع كابتن مجدي عبد الغني اللي كان في منتخب مصر وصاحب يعني الهدف الشهير، انكم حتى ما تسلموش عليه؟ انكم لما بيحصل اي حاجه في النادي او انشاءات او افتتاحات ما بتستضيفوش الناس دي؟ وبعدين ليه الرموز دي؟ انتوا ليه بعتوا رانيا علواني عشان هنت الزمالك؟ انتوا ليه مشيتوا هناء حمزة واقلتوا جوز اختها لمجرد ان بنتها راحت فرقة تانية؟ ولا انت مشوفش غير عيوب الزمالك؟ يا ابني صياحك طرب، مالكش دعوة بالزمالك ومين. نفسي بس زي ما بتتكلم هنا تتكلم هنا. انت من كتر ما انت واخد اتجاه واحد الناس بتضحك، يعني الناس بتضحك. فحبايبي الزملكاوية، انت عندك بطولة عربية، ما تتكلمش على لاعب مشي ويقول لك هنا الادب ومش هنا الادب، واصل عندنا يتعلم الادب وهو قاعد في الساحل الشمالي حاضر حفله ورقصه شغاله وهايص وبيرقص والكلام دوت، وواحد هنا بيقول معرفش ايه وحطه صح ايه. اما تتكلم بعد كده الناس دي تنساها خالص. تتكلم واحد زي محمد ابراهيم اللي رفض يروح اي مكان تاني، اللي بيحتفل بطريقه الاباتشي. الزملكاويه كبار قوي قوي، ومش هنتكلم غير على الزملكاوي الاصيل. دعم فرقتك في البطوله العربيه، ان شاء الله اللي جاي احسن.